السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى صباح لكل مشتركينا الكرام. لو أنت أول مرة تشوفني ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك وتشغل زر الإشعارات عشان يوصلك إشعار جديد بأي فيديو احنا ننزله. يا شباب نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. زعوتين بنادي لإخواتنا ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليهم السكينة ويرحم شهادتهم، اللهم آمين. طبعا لو انت مش مشترك في الصفحه بتاعت فيسبوك او صفحه تيك توك هتلاقي اللينك بتاع الصفحتين في الوصف بتاع الفيديو. ان شاء الله النهارده طالعين نتكلم عن موضوع مهم جدا عند الحمام. بس قبل ما نتكلم، طبعا الفيديو ده بيتصور بعد الفيديو بتاع ابو يونس اللي هو بتاع الكلفه وصلت 30 جنيه. احنا مش في ايدينا حاجه، يعني نحمد ربنا والحمد لله على كل شيء. احنا الطير اللي عندنا لازم نهتم بيه، وزي ما الراجل ما قال مش هتعرف تاكله خففهم او بيعهم، بس هو ده الحل. وربنا يسترها علينا وان شاء الله يعني لعله خير. احنا ربنا بيرزقنا عشان خاطر ناكل الطير ده. تعالوا بقى نشوف احنا مع بعض هنا نتكلم على حاجه مهمه جدا. طبعا اغلبيه الناس وانا واحد منهم بيشتكي من موضوع افتراس الحمام. موضوع الافتراس بيجي عند العصافير. بدأ مؤخرا يبقى موجود في الطيور، واغلبيه الطيور فراخ بط وز حمام. كل الحاجات دي بتتطور، يعني شوف من العصافير لفراخ بط وز وحمام. طب الافتراس ده بيبقى شكله عامل ازاي؟ الافتراس ده بيبقى بمشكلة قلة الأملاح المعدنية عند الحمام بتاعك. انت ما تبقاش مهتم بالتحديق او مهتم بالأملاح المعدنية، فبيبقى يحصل موضوع الافتراس ده. طبعا احنا شايفين ان احنا هنا التحديق قدام الحمام بتاع السطح اهوت. اهو انا في السطح هنا كان عندي قصين عندهم افتراس. الحمد لله بقى قص واحد، عالجناهم وبقى قص واحد. وبالمناسبة الفرد اللي كان ماسكينه اهوت بقى قاعد، فسايبينه وهو قاعد برضه براحته. المهم، تعالوا احنا نشوف الموضوع احنا بنعمل معاه ايه، او احنا المفروض نتعامل معاه ازاي. هو ان شاء الله يعني حاجه مش كتير. بصوا انا اوريكم برضو المنظر اهو. الزغلول طار. خد قلق تعالى اهو. بصوا المنظر، انا عايز اوريكم في الشمس اهو. بصوا منظر الزغاليل اللي عامله ازاي ده كده. بصوا منظر الافتراس اهو. الحمام بيقعد يملح من الزغاليل، ودي طبعا حاجه غلط. يعني انت المنظر ده لو انت عندك زغلولين يسووا مثلا، زغلولين غزار، زغلولين كشكوى، عبايسة، اي حاجة عندك، ولقيت المنظر طبعا انت على نفسيتك هتقفل. فاحنا بنعمل ايه؟ بنحاول ان احنا نهتم مع الحمام بتاعنا بالاملاح المعدنيه وبالتحاديق وبالكالسيوم وكل الكلام ده عشان خاطر ما نوصلش للمرحله دي. طبعا المرحله دي حاجه عندي من بقالها فتره، بس وصلنا للعلاج اللي هو اسمه اوميجرام. طبعا ده انا جبته، وبرده اللي نصحني بيه يعني ابو يونس. انا ممكن اروح اجيب لكم شكل المنتج. اقعدوا طيروا كده، اقعدوا طيروا اهوت. ده اوميجرام. طبعا هو طبعا ده اغلى من بانش واغلى من كذا منتج، وطبعا من انتاج شركة امون اهو. شايفينه؟ ده عامل 35 جنيه. في ناس بتبيعه ب40 وفي ناس بتبيعه ب50. طبعا انا شاريه من الصيدليه البيطريه اللي ايه ناحيه ابو يونس عند كليه الزراعه اهوت، عند مترو كليه الزراعه اهو. بصوا مكتوب ايه: فاتح جيدا، جيد للشهيه، لحل مشاكل الافتراس، محسن، جيد لقشره البيض ولتحسين النمو اهوت. فاحنا ده جايبينه عشان خاطر نحل مشكله الافتراس. طبعا كان عندنا القص اللي هو ده اهوت. بص سبحان الله، هم متجمعين اهو، اللي هو الدكر والنتايه دول. وعندنا القص ده اللي هي دي النتايه فينها، هي النتايه ديت والدكر ده كانوا عندهم نفس المشكله بتاعه الافتراس، بس الحمد لله اتعالجت. بقالهم 20 الدنيا تمام، ما بقاش يقول هم ياكلوا الريش بتاع الزغاليل. احنا ان شاء الله هنبدا نشتغل مع الحمام كله، مش شرط الحمام هنا بس. يعني في السلاكه جوه العش اللي فات، الناس اللي تفتكر معانا القص الباكستانيات اللي هم، تعالوا اوريهم لكم. القص الباكستانيات دول كان عندهم مشكلة الافتراس، حصل العش اللي فات. فاحنا طبعا لما عرفنا موضوع اوميجران ده قعدت انا ندور، وفي كذا حد كلمني وفي كذا حد نصحني بكذا منتج. بس يعني لقيت المنتج نازل من شركة معروفة اللي هي شركة امون، اللي هو لحل الافتراس. فجبناه والصراحة يعني هو ممتاز جدا، ممتاز. وانا الصراحة لسه مجربتوش، بس ايه هدينا هنجربه وهنشوف. هو شكله انا عايز بس ايه الظل مش باينه معاك اهو. اسمه اوميجران. ايه في ايه؟ ما احنا كنا باينين اهو. تمام، اوميجران احنا ان شاء الله هنستعمله ازاي دلوقتي. احنا هنستعمله نجيب معلقة عادية جدا، اللي هي معلقة صغيرة، على لتر مية لمدة 5 ايام. نستعمله للحمام لمدة 5 ايام، نعطش الحمام ونديهوله على عطش. طبعا الحمام ده عشان خاطر جماعي احنا هنحطهوله في المسقة بتاعة السطح في المسقة دي. تمام، هنحطه في المسقة دي. الحمام في السلاكة بتاعتنا جوه احنا
طبعا زي ما انتوا شايفين احنا لمين المسق كلها اهيت. احنا هنديله الحمام في الميه، نحط اللتر على لتر ميه وخلاص، معلقه على لتر ميه وخلاص. وفات ربنا بقى ايه، ربنا يسترها ويقدر لنا فيه خير. بس ما شاء الله القص ده بيكسر، الدكر بيكسر على النتايه. النتايه مالها فيه؟ انت مش مديله اوبشن اللي هو يكسر عليكي؟ ده كده عيب والله العظيم. بس خير ان شاء الله. فهو ده شباب، احنا كده حبينا نتكلم في الموضوع ده عشان الناس كذا حد اشتكى، وفي كذا حد بيقول اهتم بتحديقك يا صاحبي، وان شاء الله مش هتلاقي اي مشكله افتراس عندك تاني نهائيا. وطبعا الاوميجران دوت مش بيعالج الافتراس بس، لا، الاوميجران ده فيه حاجات كتير جدا يعني. بصوا في كذا اوبشن كتير. محسن جيد لقشره البيض، لزياده إدارة اللبن في الحيوانات، فاتح جيدا للشهية، الاحتواء على الأملاح المعدنية، لتحسين النمو عند بعض الطيور والحيوانات، لحل مشاكل الافتراس، النهش الناتج عن نقص فيتامين كاف 3 وحمض الأمينيا، لتفادي حالات الإجهاد الناتجة عن قبل وبعد عملية التحصين، سواء التهوية والزحام والنقل. يعني بصوا في كذا اوبشن وفي كذا ايه التركيبة بتاعته. فيتامينات اهيت، الجرعة برضو مكتوبة ورا، 1 جرام على لتر مية أي يعني ايه دواجن وأرانب والرومي والمواشي بقى والكلام دوت، 2 جرام على 10 كيلو علف في اليوم. وخير، احنا حابين نطلع نتكلم في الموضوع ده، مهم، ده مهم جدا. ده مهم، احنا دلوقتي فترة انتاج، مش عايزين نقع مننا اي حاجة بسبب حاجات تافهة وحاجات عبيطة، اللي هو موضوع الافتراس. وربنا يقدر لنا فيه خير. وناس بتسألنا تاني على الزغاليل، انتظروني ان شاء الله اسبوع بالظبط او 10 ايام باذن الله هنلاقي في دفعة زغاليل طالعة. والناس اللي بتسأل على الزغاليل ان شاء الله هتلاقوا، الناس اللي بتقابلني في السوق والناس اللي بتكلمنا على النت، ان شاء الله قريب جدا هتلاقوني منزل دفعة زغاليل. وخير ان شاء الله، ربنا يقدر لنا خير ويرزقنا جميعا. طبعا الناس كلها اللي عايزه نشي ومش عارف ايه، والله انا عارف اللي احنا في الفتره اللي فاتت ديت شببنا كتير عندنا، فاحنا لازم بقى نطلع للناس شويه. وبامانه برضو موضوع غلو الكلفه ضلع الواحد، اللي انت هنا في اصول شغاله تمام مفيش مشكله، بس انت بتاخد منها وبتحط هنا اهو، فانت اكنك ما بتعملش حاجه، اكنك دلوقتي اللي انت بتاخد وبتخلي، يعني انت بتخلي الحمام بتاعك ما بتعملش حاجه، انت بتزوده اكنك بتشتري حمام من بره وبتزود. فالحمام ده بياكل وده بياكل، احنا بس بنشبب عشان خاطر لو لا قدر الله حصل اي مشكله وفي حمام لا قدر الله وقع مننا، احنا ايه بنحاول هنسند، هنحط ده بداله كاستبني، ده سبير بالنسبه لي استبني يعني. فخير ان شاء الله. وطبعا احنا خلاص داخلين على 11000، نشد كده مع بعض عشان في مفاجآت جامده، في مفاجأة جامدة جدا ان شاء الله هتشوفوها في 11000. وان شاء الله في هدايا هتطلع في ال15. طب 11000 يا مهند انت مش هتطلع حاجة؟ لا، 11000 في حاجات كده ايه ان شاء الله بنعملها، وفي حمام جبناه، وطبعا الحمام ده لسه محدش يعرف عنه اي حاجة، بس ان شاء الله يعني لما نتم 11000 الناس كلها هتشوفه وايه، وهنعرف موضوع احنا جبنا ايه مع بعض. وخير، انا مش عارف الصراحة احرق لكم احنا هنعمل ايه برضو تاني في ال11، بس مستنيين كنت نوصل بس ال11، وان شاء الله هنشوف احنا هنعمل ايه باذن الله. وخير وربنا يكرم. طبعا الحمام في السطح محتاج ياكل، انا مش عارف اصلا ليهم كلفه دلوقتي ولا لا، انا بحط الكلفه بتاعتهم هنا اهوت، ما اعتقدش ان الاقي في كلفه. بص الحمام جاي يجري ورايا. هو بصوا تقريبا في تصبيره لغايه لما انزل اجيب لهم كلفه. طبعا الكلفه وصلت 30 عند بعض المحلات، ربنا يسترها ما توصلش عندنا نفس السعر. انا بصوا يعني هما في حاجات بسيطه، معلش بقى يعني انتوا ايه سامحوني، وناكلهم دلوقتي لغايه ما ايه ما نجيب تاني. خدوا يلا الف انا اهمت ما شاء الله. طبعا الفرد الغريب اهو، بصوا جاي، ده طيرته يعني. الفيديو نازل لكم بقى من يوم التلات، الفرد دوت انا مسيبه من قبل ما اصور الفيديو، انا مصور تقريبا الفيديو كان يوم الاثنين يوم الحد، فالفرد دوت قاعد برضو من ساعه ما صورت الفيديو، رحت قلت افتحه وخلاص، كل ولقيته كويس برضو قاعد وعمال ياكل. بس يلا نعمل له ايه، عادي قاعد ياكل مع الحمام بتاعنا، عايز يمشي عايز يقعد برضو براحته، ولو في حد اكيد هو هيروح لصاحبه. وخير هم ما شاء الله الحمام قاعد بياكل. انا اول مره الصراحه يعني الكلفه تخلص كده وما يكونش فيه. الواحد طبعا متضايق في عيش اهو، بس العيش انا بكسره على الكلفه، مش عايز اكسر لهم عيش دلوقتي. انا بكسر لهم عيش ايه لما اجيب ان شاء الله النهارده بعد الظهر كده، بقى اروح اجيب الكميه اللي انا بجيبها عادي جدا. هي طبعا زادت يعني دلوقتي لو انا عايز اجيب اللهم صل على النبي، عايز اجيب 20 كيلو
ممكن ال20 كيلو بالحاجه اللي انا بعملها. الاول كانت بكام؟ كانت ب300 وكام مش فاكر، كانت 388 جنيه ال22 كيلو. دلوقتي دولا ال20 كيلو عاملين 400 جنيه. هي الكيلو دلوقتي بقى ب20 اهو، الكيلو بقى ب20. وبص القطه، بص القطه فين براحتها. القطه عماله تتجول في السطح، وربنا يسترها وما تجيش ايه تهفها الشوق وتيجي تقرب من الحمام، وربنا يكرم ان شاء الله. بص هو الحمام ماكلش، الحمام عايز ياكل تاني، بس خلاص ان شاء الله يعني هو خلص الدور هيقدم، هننزل نجيب على طول وناكلهم تاني باذن الله. وبس يا شباب، كان هو ده نهايه الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا من موضوع الفيديو. مهم جدا مهم جدا مهم جدا الناس تخلي بالها من الموضوع ده، عشان ما تخسرش حمامك وبعد كده تقول ايه انا اطلع الحمام وهو بالمنظر ده. انت ممكن تعالجه عادي جدا، بس هو العلاج هياخد معاك وقت شويه، عشان موضوع الافتراس ده بتبقى مشكله بسيطه، بس خير ان شاء الله. وكده يا شباب، كانت نهايه الفيديو. كان معكم مهند محمود، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.